برنسيسة الجمالات، اكبر عدو للست كلنا عارفين الست اللي زيها. موضوع بسمة بوصيل قلب الدنيا وناس كتير قوي اتكلمت فيه. الحقيقه الموضوع استوقفني، برضه استوقف ناس كتيره قوي من هجوم الناس اللي عليها، وبالتحديد هجوم الستات اللي زيها، ست زيها. يعني الواحد بيستغرب وبيستعجب الحقيقه، لان الاستغراب والاستعجاب ده عشان حاجتين. اول حاجه لان انت ما عشتيش ظروفها، فانت بتحكمي على اساس ايه؟ تاني حاجه الجلد والسلخ وشويه العقارب والحرابيق اللي داخلين بيكتبوا كلام ولا اكن بسمة بوصيل دي مثلا خدت جوزها منها، هي خانتها مثلا. اتهدوا بقى، اتهدوا وشوفي حالك، شوفي حياتك اللي فاشله اصلا. تلاقي اللي بتتكلم وتكتب دي هي اصلا عندها مشاكل، غير انها عندها مشاكل نفسيه، دي حاجه معروفه يعني. لكن شوفي انت وكستك، روحي اعملي لك حاجه مفيده في حياتك يمكن تنفعي. لكن الجلد والسلخ اللي بتستخيه لست زيك وهي طالعه بتتكلم، هي مقهوره ومحروقه، ما نعرفش ايه الظروف اللي حصلت. لكن بالاخر الست لما تطلع تقول حاجه زي كده او تطلع محروقه كده، هي كان عندها مشاكل، كانت تعبانه، بغض النظر مين غلطان في ايه ومين مش غلطان في ايه. اتهدوا وانبطوا بقى عشان هي داين تدان. يعني خلي عندكم رحمه. يعني التعليقات بتاعت الستات، مستغرب ان ست زيك وبتعمل كده، بتكتب كلام صعب. نشوفه مش بس مع موضوع بسمة بوصيل، في حاجات كتير ومواضيع كتير. الستات فاضيه، دي ستات فاضيه، مش فاضيه بس ما وراش حاجه، دي ستات فاضيه من جوه. فخلاصه الكلام يا برنسيسه العقارب بقى والحرابيق، اتهدي وبدل الوقت اللي عماله تضيعيه ده على السوشيال ميديا، روحي اعملي لك حاجه مفيده تنفعك في حياتك الفاشله. عشان اكبر دليل على ان الست اللي بتكتب بالطريقه دي، ده يدل على انها انسانه من جوه عندها مشاكل نفسيه غير سويه، غير العقربه والحربقه طبعا، وان هي انسانه فاشله في حياتها. الضغينه والحقد بيطلعوا على طول. ربنا يرحمنا منكم الحقيقه. السلام عليكم.